السلام عليكم، رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بديت في تحضير الحلويات ديال العيد ان شاء الله، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. ولكن ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والاشتراك في القناة باش تشجعوني في الاستمرارية. واول حلوة غادي نشاركها معكم غريبة سهلة وبريستيج في نفس الوقت، في الشكل ديالها وحتى المذاق. ونبداو على بركة الله. عندي 250 غرام زبدة حيوانية. ممكن نستعملوا الزبدة العادية اللي كناكلوها ديال العلب، مع 100 غرام سكر ناعم. كنزيد شوية ديال الملح، واحد الفاني، وكنبدا نخدم الزبدة بيدي حتى نتحصل على واحد الكريمة. الزبدة كتكون بحرارة المطبخ. من بعد ما تحصلت على كريمة غادي نزيد بيضة متوسطة الحجم. نخلط المكونات مزيان. غادي نزيد 5 ديال المعالق ديال المايزينا او النشا، ونخلطها مزيان مع الزبدة والسكر والبيض. من بعد زدت نص معلقة ديال الخمارة صغيرة. كنبقى نزيد الفرينة شوية بشوية اللي غربلتها من قبل. العجينة كتكون مرخوفة شوية، ما نديروهاش قاصحة. وبالمناسبة كنشكر اختي فوزية بزاف على تشجيعاتها وعلى الوقفة معايا. في الحقيقة هي اللي شجعتني باش نرجع عاوتاني القناة من جديد، لانني كنت تركتها نهائيا. كنشكرها بزاف يعني، وكنتمنى لو كل واحد فينا عنده واحد الانسان بحال فوزية في حياته، يعني واحد الانسانه ما شاء الله، كنتمنى رب العالمين يعطيها ما كتمنى في خاطرها. شكرا لك بزاف. وهادو هما الناس اللي كنحتاجهم في حياتنا، اللي كيخليونا دائما قويين وكيعطيونا واحد الطاقه ايجابيه. شكرا لك فوزية بزاف بزاف. جمعت العجينه وما كندلكهاش، والعجينه كتكون مرخوفه، وكل مره كنجربوا شويه في يدنا، نحاولوا نديروا واحد الكويره. عفوا العجينه ما كتكونش تلصق في اليد، ولكن كتكون مرخوفه. كنشكلها كويرات. انا استعملت الميزان، درت من 20 حتى ل 22 غرام في الكره، وجاتني الحبه شويه كبيره. اللي بغات الحبه صغيره دير قل. شكلتها كويرات كيف ما الغريبيه عاديه. شكلت العجينه كامله كورتها، وكندير واحد ثقب في الوسط، لانني غادي نعمرها بالكاناش. وكنحاولوا نثقبوا مزيان، لانها منين كتبدا طيب داك الثقب مع الخماره كيتبلع، يعني كيتسد. كنشعل الفران غير واحد 3 دقائق قبل ما نكمل، على درجه متوسطه. من بعد الا كان الفران سخون كنقص للنار، وكنخليها طيب من التحت، ومن بعد كطيب لي من الفوق. والثقب الا شفتهم تبلعوا اولا تسدوا، كنعاود نثقبوهم بصباعنا ولا بشي حاجه، مثلا جراره ديال الشباكيه. داك العمود ديالها ممكن تثقبيه او اي حاجه. في الكاناش كنحتاج 200 غرام شوكولات حليب، و200 غرام كريمه. كنديرهم فوق النار، النار تكون متوسطه مع التحريك طبعا، وكنخلي حتى كذوب ديك الشيكولا. وكيبقاو هذه الكريمه واحد فقاعات صغيره، غير كتبدا شويه كتغلى كنطفيو عليها. كيف ما قلت لكم كتذوب الشيكولا والكريمه واحد شويه، فين تبدا تغلى كنطفيو عليها. كنبقاو نحركو حتى تبرد شويه. غادي نديرها في بول ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها مده 3 سوايع في الثلاجه. كندير البلاستيك الغذائي مباشره على الكاناش.
وبالنسبه للتزيين انا اختاريت هذا الشكل. ذوبت الشكوله بالحليب عادي، زدت فيها واحد المعلقه ديال الزيت وكنفندها في البيستاش. ممكن ديروا اي حاجه عجبتكم، لوز كونكاسي او لا قوقاو كونكاسي، المهم التزيين على حسب الرغبه ديالكم. كنزين الغريبه كامله اللي عندي ونديرها في الثلاجه واحد المده ديال 5 دقائق 10 دقائق حتى الشوكولا تتجمد. عاد من بعد نكمل لها التزيين. من بعد 3 ديال السوايع كنخليو الكاناش اولا حتى اكثر، ممكن نخليوه حتى اكثر في الثلاجه. كنديروه في بوشادو وكنزوقوا به الغريبه. من بعد ما نسالي كنديرها في الثلاجه ونخليها كترتاح كيتجمد شويه الكاناش. ومن بعد جبت ورق الذهب وبديت كنزوق غير من الفوق غير باش تعطينا واحد الجماليه للغريبه. شكرا لكم على المتابعه، وصلنا لاخر الفيديو وكنتمنى تعجبكم الوصفه اللي شاركتها معكم اليوم يا ربي، وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. وما تنساوش دائما تعليقاتكم والاشتراك ديالكم والتعاليق ديالكم كتشجعني اكثر انني نستمر في القناه وانني نعطيكم اكثر. شكرا بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.